طيب اسمحوا لنا قبل ما ناخد رأي برضو ضيوفنا كابتن ماهر وكابتن خالد، خلونا نروح للكابتن مصطفى يونس وهو العضو الجديد في مجلس إدارة النادي الأهلي في المرحلة المقبلة. خلينا نشوف رأيه ونبارك له بالتأكيد. كابتن مصطفى مساء الخير يا كابتن. كابتن هناء مساء الجمال. أهلا بيك يا كابتن. أهلا بيك. ونقول مبروك على المهمة الجديدة. لا هي مهمة صعبة جدا جدا يا هناء. أنت بتتكلمي على أكبر نادي في الشرق الأوسط، المهمة تقيلة جدا حتى وهي مؤقتة، لكن أنا عايز أطمن الناس ونطمن الأعضاء ونطمن جمهور النادي الأهلي. العملية مش عملية انتقام ولا مش عارف إيه ولا اللي هيقولوه. احنا اولاد النادي الاهلي كلنا، ومصلحه النادي الاهلي فين هنعملها، والمرحله اللي جايه دي صعبه جدا جدا جدا. وانا عايز اقول للناس من خلالك يا هناء، انا كنت رافض المهمه تماما، لكن انا قبلت المهمه عشان الموظفين الغلابه اللي في النادي اللي واقفين بقالهم يومين ثلاثه مش عارفين يديهم شهرين من مرتبهم. لكن يشتروا لعيب ب 4 مليون، يشتروا لعيب ب 5 مليون. المحافظه يعني صدرت او حجز على اموال النادي الاهلي يا كابتن مصطفى. يعني هو بس هي المحافظه صدرت دلوقتي بس، ولا صادره بقى لها سنتين مثلا؟ لسه دلوقتي يا هناء. لكن احنا مش جايين نخلص، مش جايين. همام والكابتن خالد جد الله بيمسوا عليك يا عيني. يعني الكابتن بتاعنا الكبير الكابتن عصام بمس عليك ابو الكباتن، وحشني جدا. ورفيق الدرب الكابتن ماهر همام كان دراعي اليمين ونجم من نجوم النادي الاهلي ومن احسن الناس لعبت في نص الملعب الكابتن خالد جد الله. مبروك. وهم برضه ولاد النادي الاهلي زينا بالظبط وليهم حق زينا بالظبط علينا. اكيد طبعا اكيد. طيب يا كابتن مصطفى، يعني هل التوليفه اللي اتعملت او المجلس الجديد قادر على قياده النادي الاهلي في هذا التوقيت؟ واحنا عارفين النادي الاهلي قلعه كبيره، ويمكن اول مره في التاريخ يحصل انه عدم المد لمجلس اداره النادي الاهلي. يعني الاهلي مش متعود على الحاجات دي. هل ده ممكن يعمل دربكه؟ هل ممكن يعمل ارتباك في الفرق الرياضيه وخاصه كره القدم في هذا التوقيت؟ لا هي فتره مؤقته مش اكتر، ده هي شهرين لحد ما الانتخابات تتعمل. احنا مش هنقعد سنه ولا سنتين، هي فتره مؤقته لحد ما الانتخابات. وبعدين ده انت بتتكلمي في النادي الاهلي هنا وانت عارفه النادي الاهلي منظومه. انا جيت، ده راح، ده جه، وكابتن عصام وماهر وخالد عارفين الكلام دوت. يعني احنا مش هنلغي للمجلس الثاني اللي عمله، ولا جايين جاء لينتقم ولا لا 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 لا, لا. احنا على نفس السكه وعلى نفس المنوال اللي مصلحه النادي الاهلي فين هنعملها. وزي ما قلت لحضرتك وقلت قبل كده، دي مرحله مؤقته على اساس اعاده ترتيب البيت للمجلس القادم يعني. مش اكتر. يعني الموضوع مش موضوع ان احنا هنعمل مش عارف ايه ولا بتاع الكلام ده، لا خالص يعني. تمام. طيب اذا كنت بتقول انه الموظفين الغلابه لم يتقاضوا مرتباتهم حتى الان والمشكله ما زالت قائمه، يعني ايه الفكر اللي ممكن تعملوه؟ الكابتن عادل، الكابتن طاهر الشيخ نائب رئيس، وحضرتك كنتوا نجوم كره قدم، وباقي المجلس المحترم اللي تعين، هل ايه اللي ممكن تعملوه في المرحله اللي جايه؟ عصام برضه عارف ان احنا لازم نقعد مع بعض ونشوف ايه الحلول وايه اللي موجود في النادي. انت عارفه اموال النادي الاهلي موقوفه في البنوك عشان المحافظه. هنشوف مع الكابتن طاهر ابو زيد سيد وزير الرياضه ايه اللي مطلوب يتعمل. نشوف مع سيد رئيس الوزراء، سيد رئيس الجمهوريه، انك انت بتتكلمي في النادي الاهلي. طبعا ما ينفعش النادي الاهلي ان فلوسه تتوقف. انا بتكلم في معقل الرياضه في مصر بالظبط، في الشرق الاوسط، مش في مصر بس، في الشرق الاوسط، اكبر نادي في الشرق الاوسط. نشوف ايه مع الكابتن طاهر وكابتن عادل وكابتن طاهر ونحل الموقف عشان العمليه تمشي. وبعدين انا بقول لك وبقولها للمره المليون، انا قبلت هذه المهمه وانا كنت رافض تماما عشان الناس الغلابه اللي في النادي. تمام. الناس الغلابه اللي صدم حقهم يعني. طيب عموما كابتن مصطفى يونس بنتمنى لكم التوفيق. عموما انتم كلكم ابناء النادي الاهلي، وزي ما بنقول النادي الاهلي مؤسسه لن طبعًا يقف طبعًا. على احد. وتحياتي للكابتن عصام، وتحياتي وبالتوفيق للنادي الاهلي النهارده ان شاء الله يفرحنا زي ما دايما بيفرحنا كده.